الله وبركاته. تحية مجددة للإخوة المتابعين ديالنا. أولا كنعتذروا على الغياب الطويل، ظروف العمل وهذه، ورجعنا لكم أيضا بالتوقعات وكنتمناو دائما الفوز للجميع. بالنسبة للتوقعات ديال يوم الأحد للدوري الإسباني، يعني أنا عارفين أن في النهاية ديال الدوريات كاملين كيكون ماتشات قاصحين وكيكون لا لوجيك بزاف. فعندنا اللقاء ديال كارديز وفالنسيا، كما كنلاحظوا ان لي كوط متقاربين، وللمعلومه ان فالنسيا ما خسراتش الماتشات الاخرين ديالها، خسرت ربحات الماتشات الاخرين ديالها. دونك غادي نحاولوا اننا نديروا لفالنسيا الربح، انها غادي تربح اجوتي. ثم كنمشيو للقاء الثاني اللي هو فياريال وسيلتا فيغو. بالنسبه لهذا اللقاء ديال فياريال وسيلتا فيغو، معروف ان سيلتا فيغو كتقاتل لانها باغا تبقى في الدرجه الاولى، ايضا فياريال. وغنحاولوا نعطيو الفوز لفياريال بانها البلد المضيف. ثم كيبقى لنا اللقاء الثالث اللي هو ديال اسبانيول وخيطافي. اسبانيول يعني كنقول من وجهه نظري صعيب باش انها تطيح للدرجه الثانيه في هذه الماتشات الاخرين. داكشي علاش غادي نحاولوا نديروا جوج ديال الاحتمالات اللي هو الدوبل شونس، اما تربح اما تعادل. ثم كيبقى اللقاء ديال اتلتيكو مدريد وريال فالادوليد. يعني بطبيعه الحال غادي نمشيو لا لوجيك، هو اننا نخليو اتلتيكو مدريد انها تربح، وغادي نلعبوا ايضا في هذا اللقاء هذا نزيدوا الركنيات، نحاولوا يكون عندنا 9.5 اللي هما 10 ديال الركنيات، فما فوق راه كتكون رابح. هادو هما التوقعات ديال الدوري الاسباني اليوم الاحد اللي هو غدا. حظ موفق للجميع، وانتظرونا ايضا في توقعات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله.